السلام عليكم، معكم شهوة كلثوم المغربية. اليوم غنقدم لكم واحد الطبق بخيزو حلو معسل وبالكفته واللحم ديال البقري، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. وندوزو للمقادير. عندنا في المقادير كيلو الا ربع ديال اللحم ومخلط بالكفته، وكيلو ديال الخيزو صاين ما كنقطعوهش، كنقادوه. وعندنا بصله مقطعه رقيقه، عندنا في التوابل معلقه ديال القزبور اليابس، عندنا معلقه ديال الشكنجبير، عندنا معلقه ديال الخرقوم البلدي، وعندنا معلقه الملحه، وعندنا معلقه صغيره ديال الابزار، وعندنا مصيره نص ديال المصيره نص، وعندي عود ديال القرفه وجوج دروس الثومه وجوج عويدات ديال القرنفل، وعندنا كاس الزيت مخلط بزيت البلديه وزيت الروميه. من بعد ما سخنات الطنجره كنزيدو فيها الزيت، جوج معالق ديال الزيت البلديه ومعلقه ديال الزبده. هاد الطبق تيبغي الزبده. وكنزيدو الثومه ما كنقطعوهاش، كنرميوها هكاك. وكنديرو البصله، كنديرو بصله كبيره وكنشلطوها مزيان. كنحركوها مزيان باش تصيح لينا البصله تشحر شويه. عاد نديرو عليها اللحم. من بعد ما تشحرات البصله كنزيدو اللحم والكفته، كنخليوها حتى تطيب هاد اللحم مزيان. عاد كنزيدو عليها الكفته. غنزيدو التوابل، نحركو مزيان باش تدخلو البصله. نزيدو التوابل، زبور وشكنجبير والابزار، الملحه والقرفه، عود القرفه. كنديرو غير جوج حبيبات ديال القرنفل. عاد تيتشحر مزيان وكيطيب شويه، كنبغيو نديرو خيزو في الاخر. عاد كنديرو المصير. نحاولو نقلبو هاد اللحم باش تدخل ليها ديك التشرميله مزيان. كنديرو 3 الكيسان ديال الماء ونخليوه يطيب، ونمشيو باش نشوفو نردو خيزو يبدا يطيب، حيت هو خصنا نسلقوه. عاد نعسلوه. من بعد ما تشحرات اللحم كنزيدوها 3 الكيسان ديال الماء يكونوا طايبين ديال العنبه. من بعد ما تقلات لينا اللحم غنديروا لها، درنا لها الماء، وغندوزو باش نشوفوا الطريقه ديال خيزو نردوه يطيب ونرجعوا معكم. من بعد ما سلقنا خيزو درناه في الطنجره وزدنا عليه معلقه الزبده ومعلقه ديال العسل ومعلقه صغيره ديال القرفه وكاس ديال الماء يكون طايب، ونخليوه يتعسل وندوزو باش نشوفوا اللحم واش طابت لينا. هنا من بعد ما طابت لينا اللحم زدنا عليها الكفته وزدنا دوك جوج طروف ديال المصير، وغنخليو الطبق ديالنا يشرب هذا الماء. ونهزو شويه من هذا الماء ديال الطنجره نزيدوه لداك خيزو اللي درنا يتعسل باش كلشي يكون فيه المذاق ديال اللحم. وهذا الطبق راه تيكون ما بين الحلو وما بين المالح. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم، نتلاقاو ان شاء الله في طاوله التقديم. هو الطبق اللي وجدنا معكم، تنرافقوه بخيزو حلو. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتوجدوه لوليداتكم عشاء ولا غدا ولا الضيوف ديالكم الا جاو عندكم. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم وينال الرضا ديالكم، ولا ان شاء الله اطباق جديده مع شهوة كلثوم المغربيه.